يا امام عاشور انت بتلعب في النادي الاهلي، ما ينفعش كل يوم تسهر في فرح وتسهر في افتتاح مش عارف مول، وتروح عند الحلاق وتربي لي في شعرك وتعمل لي في شعرك. اللعيبه اللي زي دي ما بتنفعش في الاهلي. اللعيبه اللي زي دي ما بتنفعش في الاهلي. وبعدين امام عاشور احنا بنتكلم عليه، هو ما جاش اصلا الماتش ده، هو بعت لنا الباروكه بتاعته، او هو لابس الباروكه بتاعته كده، احنا مش شايفين. انا يعني هو لحد هنا كده مش احنا شايفين، هو حاجه كده محطوطه، احنا مش شايفين منه وش. طب انت بتشوف الملعب ازاي طيب بالشعر اللي نازل على عينك ده؟ انا مش فاهم. انت مش شايف اي حاجه، انت كل كوره عايز تاخد تغزل تعمل كوبري، تعمل ترقيصه، تعمل كعب. الكلام ده ما ينفعش في الاهلي. الكلام ده ما ينفعش في الاهلي يا حبيبي. انت بتلعب مكان لعيبه اساطير زي ابو تريكه وزي وليد صلاح الدين، دول اللي انا وعيت عليهم يعني. وكان في قبل كده صناع لعب كتير في الاهلي. فانت المفروض ان انت لعيب، المفروض بيقولوا عليك كويس يعني. انا ما شفتش كده، انا مش شايف كده، انا مش شايف ان انت لعيب فلته يعني. انت لعيب كويس يعني، فوق جيد بشويه يعني، مش احسن